مألوف من الأطفال مثل سنه. من فلسطين يحكي قصة الطفولة المعذبة في سلسلة من المحن لا تقف عند الاحتلال. فأي أطفال تصنعهم المحن؟ نجم أحمد طفل فلسطين ما زال ساطعا. أحمد انضم في الآونة الأخيرة إلى الأطفال الموهوبين الذين تبنتهم الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. وبالطبع أحمد هو ضيف حديث الصباح لهذا اليوم. صباح الخير أحمد. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. أحمد كم عمرك؟ عمري 8 سنوات ونص. بأي صف أحمد؟ في الصف الثالث. وبأي مدرسة؟ بمدرسة أبو جعفر المنصور، لكن للأسف بعد الحرب تهدمت شبه بالكامل ونقلونا على تل الزعتر، بعدين على أبو جعفر اللي انهدمت، بعدين على أم الفحم، وبعدين الحمد لله يعني هينا بندرس في مدرستنا في أبو جعفر، مدرسة أبو جعفر المنصور. وهلا مبسوط فيها للمدرسة؟ طبعا، لكن مهدومة ويعني هي مش صالحة للدراسة، بتغلبني في كتير مواضيع. اوكي، شو أكثر مواضيع بتحب دراستها بالمدرسة؟ موضوع القراءة، المطالعة، بحب أكتب، بحب أخذ اختبارات. يعني أنا يعني الحمد لله بحمد ربي إني من الأوائل على المدرسة، ويعني الناس بيجوا الأساتذة بيجوا باخذوني على صف سادس عشان أحللهم. أحمد، الصور اللي شفناها من شوي هاي العالم كله رآك خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وأنت تشكي من الدمار والحرب والقصف. كنت خايف بالحرب؟ طبعا، يعني الشباب الكبار خافوا، ما بالك إحنا يا الأطفال الصغار، يعني خفنا وارتعبنا. وشو حسيت وقتها كتير؟ يعني حسيت إنه خلص إحنا حنموت. وكنت ويعني خلص انا حسيت احنا حنموت، وحملنا رايات بيض وطلعنا في الشوارع، صرنا نمشي مرميين في الشوارع، وكان يعني القصف من فوق روسنا، وانا اجتني شظية هيك، بس يعني الحمد لله ما اثرت علي كثير. اوكي، وخفت لما اجت الشظية؟ طبعا. طب احكي لي، يعني ما اكثر ما بتتذكروا ايام الحرب؟ بتذكر انه لما جتني الشظية، وبتذكر انه لما شفت الشهداء قدامي مرميين على الارض والدم عم يطلع منهم، وبتذكر يعني يوم ما كانوا اليهود محتلين الارض، وبتذكر يعني لما رجعنا ولقيت الأرض مقلوبة رأسا على عقب، ومع يعني والله ما عرفت من وين تبدأ ومن وين تنتهي، يعني قلبنا رأسا على عقب. وشو فكرت بوقتها لما شفت كل هيدي الصور بالدمار؟ فكرت يعني إنه يعني خلص العدو الصهيوني حيدمر بلادنا، لكن حكيت انه يعني الحمد لله اطفال غزة صامدين وصابرين، ويعني تحملوا هذا القصف وهذا الحرب الشامل، الدمار الشامل. طيب احمد، انت شو بتعمل اوقات الفراغ؟ انا يعني بعمل اوقات الفراغ، يعني كنت قبل الحرب أجيب ألعابي وأروح على ابن عمي علي ونلعب أنا وياه ونركب ألعاب في بعض ونلعب، لكن يعني للأسف بعد الحرب انحرقت الألعاب، يعني بطلنا ولا نلعب ولا نفرح ولا شيء. طيب عادة الأطفال بغزة بس ينتهوا من الدراسة ويخلصوا دروسهم شو بيعملوا؟ طبعا يعني بيلعبوا، لكن بعد الحرب يعني خفت هذا، يعني بعد الحرب أنا
يعني كنت صرت أخاف يعني أطلع على مثلا أطلع أنزل أشوف بابا مثلا أساعد بابا، يعني صرت أخاف. تساعده بشو؟ أساعده بحمل الأغراض الثقيلة، يعني أساعده. كنت يعني قبل الحرب ألعب مع بابا، وطبعا هل كنت بلعب لكن خفيف، ويعني خف كل إشي، يعني صار كل إشي مش طبيعي. أحمد، عندك أصدقاء كتير؟ أصدقاء؟ ايه، يعني أصدقائك كثر؟ طبعا عندي أصدقاء، منهم ابن عمي علي محمد حسن زايد، ومحمود العجوري، وعبد الحميد الشبراوي، وأحمد عاطف، وأحمد عبد المنعم، ويعني كثير أصدقاء لي في فلسطين. وطبعا يعني هنا يعني الحمد لله من أول ما أجيت قابلت طفل سوداني موهوب مثلي اسمه مرسي. هذا اتبنته سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، اللي احنا بنشكرها جدا. وطبعا تبنته يعني صار صديق لي. ويعني قناة الجزيرة أطفال فيها كثير يعني مذيعين بحبوني، صاروا أصدقائي، أنا بحبهم كثير. ونحن بنحبك كثير أحمد. طيب لكن طبعا قبل ما تسألينا أي شيء اسمحي لي أوجه كلمة شكر. وجه، تقبرني، احكي. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأشكر جدا 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 سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند لما فعلته من أجلي ومن أجل أسرتي، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد. وأشكر جميع الشعب القطري الشقيق لمساعدتهم لنا ووقوفهم معنا. هيدا الشكر أنت محضره أحمد؟ طبعا أنا كنت محضرة، لأنه طبعا الشيخة موزة بنشكرها كثير لأنها ساعدتنا كثير، ويعني إن شاء الله حتعطيني إقامة أدرس سنة وأتعلم، يصير تعليم يعني أعلى، لأنه التعليم في المدارس بغزة بقطاع غزة يعني كله تعبان، يعني ما فيش تعليم كويس. وطبعا يعني الحمد لله أنا بشكرها جدا إنها إن شاء الله حتعطيني إقامة